أهلا يا رفاق، تعالوا يا رفاق، تعالوا يا رفاق، تعالوا يا رفاق، أين أنتم؟ تعالوا. نعم يا مروان، نعم تعال يا حسان. من هذا؟ إنه صديقي سمور. أهلا بك يا سمور. تعال سأحكي لكم على إحدى بطولاتي يا أولاد. تعال أيها التوأم زايد وعامر، تعالوا أيها التوأم. أحسنتم، لا أنسى. تعال يا وجدي، تعال. سوف أحكي لكم ما صار البارحة في حينا. هل تعرفون ما الذي صار؟ لا نعلم. ما الذي حدث يا مروان؟ ما الذي حدث؟ البارحة اندلع حريق ضخم في حينا. ألم تروا النار والدخان؟ نعم رأيته. ما الذي جرى يا مروان؟ أخبرنا. كنت بطل الحكاية. تعالوا يا رفاق واستمعوا إلى أفضل حكاياتي مع مروان. تعالوا. نعم أخبرني يا مروان، ما الذي جرى؟ ولا تنسى أي تفصيلة يا مروان. حسنا أيها زيد ويا عامر، أحسنت يا التؤمان. أين منهم؟ أنت زيد أم عمر؟ أنا زيد، أنا عامر. حسنا سأخبركم. البارحة بينما كنت أنا والعائلة نفطر شقا عن الفطر، وفجأة دق الباب بقوة. ما الأمر؟ ما الذي جرى؟ إذ بصفوان وهو ابن جارنا أتى يجري إلي وقال: ساعدني يا مروان. ما الأمر؟ لماذا سيساعده؟ يعرف أنني بطل، والأبطال يعرفون بعضهم. وقال لي إن المنزل يحترق، يجب أن أساعده. فانطلقت وبخلفي أبي يجري بسرعة ويهرول، فرأيت نارا ضخمة تندلع. حسب أظن أن هناك عبوة غاز انفجرت في البيت فأحرقت جميع البيت. هل مات الجميع يا مروان؟ لا لم يمت أحد والحمد لله. لكن هناك أمر خطير جرى. ما الأمر؟ كان صفوان بجد يرتعش، وهناك أخته الصغيرة داخل البيت محاصرة بلهب النيران. ماذا؟ محاصرة بلهب النيران؟ نعم محاصرة بلهب النيران. وما الذي فعلته؟ كان الجمهور هناك خائفا مرتحدا، ولا أحد يقدم على دخول البيت. يعني ماذا فعلت؟ تشجعت وصعدت فوق إحدى الأسطول وصحت بصوت عالي: هيا انتظموا يا جميع، يجب أن نساعد صفاء ويجب أن نطفئ هذا المنزل. قسمت الأدوار: جمع يجلب الماء، وجمع يحاول إطفاء الحريق، وجمع يتصل بالإطفاء. ثم أنا دخلت بسرعة وانطلقت أبحث عن صفاء وأنادي: صفاء تعالي يا صفاء. نعم صفاء اليوم غايبة، وقد استغربت من الأمر إنها لا تقاطعني يا وليد. ودخلت إلى الغرف والنار تلتهم كل مكان، وكان الدخان كثيفا جدا، وأنا أبحث عن صفاء وأنادي: صفاء تعالي، صفاء تعالي. هل وجدت صفاء؟ بالطبع، أنا البطل مروان الذي لا يخاف أي شيء. ذهبت الغرفة الأولى لم أجدها، ثم انطلقت إلى الغرفة الثانية لكن لم أجدها، ثم إلى الغرفة الثالثة ولكن لم أجدها. وفي الأخير سمعت من العلية صوتا ضعيف ينادي: أنقذوني. ما الأمر؟ هل هي صفاء يا مروان؟ نعم بلحمها وشحمها كانت تسخن كثيرا ومغمى عليها جزئيا. فدخلت إليها وحملتها على ظهري وانطلقت إلى الخارج. الحمد لله قد أثقلتها. لكن ماذا يا مروان؟
فجأة سقطت من الفوق. ماذا؟ عالقة كبيرة خشبية التهمتها النيران وسقطت فوق ظهري. لهذا اليوم كنت أمشي بصعوبة على حصى. لا لم نلاحظ يا مروان، لا لم نلاحظ. وما الذي أيضا فعلت يا مروان؟ لكنني تحملت وأغمضت عين الفتاة حتى لا ترى المشهد المروع، وانطلقنا وأنا أسعل والدخان يملأ وجهي، وأصبحت كأنني كالهود الحمر. وخرجت من البيت مسرعا وأخذت نفسي إسعاف. الحمد لله الحمد لله، أحسنت يا مروان، أنت بطلنا أنت بطلنا. بالطبع. لكنك هذا الصباح مشيت أمامي صفة عادية ولم يكن لك شيئا، وقد قفزت ولقد مارست الرياضة. لقد خف الألم يا سعدون، لقد خف الألم. لماذا لا تثق بكلامي؟ أنا بطل مروان. حسنا بطلنا مروان، يجب أن نقدم لك جائزة تكريمية. نعم. جائزة تكريمية في الكذب؟ هكذا مروان تكذب على أصحابك؟ عيب. سأشكوك لأبي يا مروان. ابتعدي يا سوسن، ابتعدي. أخبرني يا سوسن، ما به؟ أي كذب كذبه مروان؟ صحيح أنه اندلع حريق في بيتنا، في بيت جارنا، ليس بيتنا بالطبع. لكن مروان لم يفعل شيئا، فقد كان خائفا وخلف الكواليس. بل بابا هو الشجاع، لقد ذهب وأنقذ الموقف وأنقذ صفاء وأنقذ أمها. بابا سوبر، بابا قوي جدا. مروان دعك من هذا ولا تنسب كل شيء لنفسك. اصمتي، لا تتدخلي في الأمر، أغلبي عن وجهي. سوف أشكوك لبابا، وأنا أيضا سأشكوك لبابا لأنك تدخلت فيما لا يعنيك. ابتعد عنا يا مروان تكذب عليك العادة. مروان الكذاب ليس مروان البطل. ليست كذبة، إنها ربع الحقيقة. أي حقيقة يا ولد؟ أي حقيقة؟ هيا اهجموا على مروان. نال ما يستحقه لأن حبل الكذب قصير.